السلام عليكم احلى وارقى متابعين. من فضلكم لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، اختكم محتاجة دعمكم. رجعت بيت والدتها من جديد ومحدش عرف من الصحفيين، ولكن الكل كان ملاحظ، والكلام ده مش مواليد اللحظة، ده من حوالي 5 شهور. لاحظ الجمهور السوشيال ميديا ان هنا الزايد كل ما بتنزل صور تنشرها كان اللوكيشن متغير، مش لوكيشن بيتها، اقصد يعني بيت الزوجية بينها وبين احمد فهمي. وكمان ما احتفلوش بعيد جوازهم الرابع اللي كان في سبتمبر. نشرت الصحفية الكويتية الإعلامية مي العيدان هنا الزايد تعلن انفصالها رسميا عن أحمد فهمي. مو قلنا من زمان إنه لا يصلح للزواج مع أكثر من زيجة سابقة له، وكلها تنتهي بالطلاق. الغلط مش فيه، الغلط من الستات اللي بتنبهر فيه وبتقبل تتزوجه. والله يعوض هنا بالأحسن، الدنيا قدامها وهو عمره وراه. وعن آخر كلام قاله أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزايد في آخر جلسة صلح بينهم: مش بس مراتي وحبيبتي، انت كمان بنتي، خلي بالك من نفسك. ولكن الكلام ده ما خلاش هنا الزايد تغير قرارها في الانفصال. والحقيقة ان قصة الحب بين هنا الزايد واحمد فهمي جت بسرعة خلال 3 لقاءات. البداية كان في أحد العروض الخاصة لفيلم سينمائي، وكان أحمد لابس نظارة شمس بالليل. ضحكت على شكله وسألته هنا الزايد عن سبب ارتدائه نظارة شمسية بالليل، وقال لها عشان ألفت النظر. منتهى التلقائية من الفنان أحمد فهمي، ومن هنا بدأت شرارة الحب الأولى. ثم اللقاء الثاني كان في كافيه مع نجوم مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، واليوم ده أضافته الفنانة هنا الزايد على حسابها عن الانستجرام. وبعدها عزمها الفنان أحمد فهمي على الغداء في أحد المطاعم، وبعدها أخدت رأيه علشان تشتري عربية، واعترف ليها الفنان أحمد فهمي بحبه ليها. وبدأت قصة الحب بسرعة، وجاء الاحتفال بالزفاف 2019. وبعد كام شهر كده أزمات ومشاكل، هو كان دايما بيصالحها لأنه أكبر منها ب14 سنة، وحاسس من داخله ان هي مش زوجة، هي زوجة وبنته كمان، وده احساسه بيها عشان فرق السن، وعنده خبرة كبيرة. وزادت التراكمات والمشاكل بينهم، وخناقة السلايف بقى بينها وبين مرات كريم فهمي دانيلا، وغيرة السلايف ظهرت بينهم، وبالتالي مشاكل بين الأخين، وكل واحد فيهم كان بينحاز لمراته، حتى إنها وصلت لإلغاء المتابعة على الانستجرام. وحماتها ليلى العطار عاوزة تفرح بحفيدها من ابنها الكبير أحمد فهمي. فتحت الفنانة هنا الزايد في الموضوع فجأة، وكان رد هنا الزايد لحماتها: من فضلك دي حياتنا الخاصة، وأنا وأحمد عاملين تأجيل شوية كام سنة. ومن وقتها علاقتها بحماتها توترت لدرجة إن هي ما بقتش تروح عند حماتها في المناسبات. كمان تدخل سلفها كريم فهمي ومراته في حياتها وحياة أحمد فهمي زاد من المشاكل بينها وبين أحمد فهمي. تدخل أحمد فهمي في اختياراتها الفنية وفي أدق التفاصيل زي اللبس والمكياج وتسريحة شعرها. وهنا هنا حست إن هي مخنوقة ومقيدة، وكانت بتتكلم وتفك مع والدتها شيرين المنزلاوي. والأم بالطبيعة كانت بتروح لجوزها أحمد فهمي وتكلمه، وكان دايما بيرد عليها وبيقول لها ان هنا لسه صغيرة ومش عارفة مصلحتها. وهنا ألحت هنا الزايد على الانفصال من أحمد فهمي. وكان في غيرة من الأول، من أيام الخطوبة، أيام فيلمها اللي هي أخدت أول بطولة فيه، فيلم قصة حب مع أحمد حاتم. كمية الرومانسية والحب بين البطل والبطلة ده، حتى كمان بيقولوا أحمد فهمي كان حاضر كل تصوير المشاهد. وغيرة أحمد فهمي ظهرت لأن هنا الزايد قالت له إن أحمد حاتم ده كان فتى أحلامها، وده طبعا من الصغر من قبل ارتباطها بأحمد فهمي، لأن الرجالة ما بتنساش. فأحمد فهمي في الوقت ده كان خاطبها وبيغير عليها، ده حتى ما خلاهاش يعني تحضر العرض الخاص لفيلمها الأول البطولة قصة حب. قررت هنا الزايد الانفصال ورجعت بيت والدتها. انفصال لمدة 5 شهور، يعني غيرة أحمد فهمي على هنا الزايد دمرتها، وصلتها لطريق مسدود هو الانفصال ثم الطلاق. 5 شهور منفصلين وكل واحد مشغول في عمله.
هو بيصور خارج القاهرة وهي بتصور فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ومسلسل إقامة جبرية. هو شغال في أكتر من مشروع سينمائي جديد. توترت العلاقة ووصلت لطريق مسدود، وهنا حسمت هنا الزايد الموقف أو الموضوع والجدال، وهنا أكدت على وقوع الطلاق، وده اللي كشفته من خلال حسابها عبر الانستجرام. شخصية الستوري قائلة: الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. وتعليق أحمد فهمي على الخبر: بفعل صادم غير متوقع هو تجاهل خبر الطلاق ونشر فيديوهات لدعم فلسطين. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة هنا الزايد، والكل كان واقف في صف هنا. اللي قال هم مش هم مش لايقين على بعض خالص، واخر كان بيقول كان باين ان هم ينفصلوا من بدري، واخر يقول كان متوقع الانفصال. ولغاية وقتنا هذا احمد فهمي ملتزم الصمت.